قلت له هذا اللي جيت تزوره حرر فلسطين مع صلاح الدين الايوبي ويديه مقطوعه تما سيدي بومدين شعيب بن الحسين الانصاري. ولد أبو مدين شعيب بالقرب من إشبيلية في بلاد الأندلس إسبانيا حاليا. دعته الجذبة الإلهية إلى بلاد المغرب، فهاجر من الأندلس إلى فاس، وهناك تتلمذ على أشياخها، فبدأ بتعلم الطهارة ثم الصلاة، ووقف يصلي لله سبحانه وتعالى. ذاع صيته طلبه سلطان المغرب يعقوب المنصور فخرج إليه. قبل أن يصل إلى السلطان مات ودفن في تلمسان. واش بناوه المغاربه؟ المغرب ما كانش كاينه في 1339. عقدة النقص اللي عندهم هذه هي اللي بتولد دائما هذه المشاكل بين الجزائر والمغرب. الجزائر مش راضي يهضم انه هو كان مجرد ولاية عثمانية، وقبل ذلك هو تابع المغرب، السلطان المغربي. In the 12th century, when you have a new and rather militant Islamic movement starting in Morocco, known as the Almohads, they conquer Spain and are very powerful. They have a founder named Ibn Tumar.